اليوم تأسس نادي سينما الهوات بالقيروان. حضر رئيس الجامعة سي عادل العبيد وحضروا أعضاء النادي. الحمد لله تكونت الهيئة، وإن شاء الله ننشطوا معناتها في نطاق معناتها الجمعيات كما وربي يبارك فيكم. شكرا. كيفاش القاع النادي هذا احياء نتاعو؟ هي احياء النادي، الصيغه نتاعو احياء. هي في طريقه المعامله. وقف النادي على النشاط عنده مده، ونحن عاودنا الاحياء نتاعو، وان شاء الله معناتها نجيبوا وليدات صغيرات ونسلموا المشعل. وهذاك كيفاش هو معناها امتداد نتاع النادي، هو بالصغار معناتها والاعضاء القدم. باهي نادي سينما هو بطبيعته معناتها هو كان قبل وانقطع في فتره معينه، وبعد رجعنا له. الاعضاء توا مش نخدموا نشاط جديد بطبيعته بقدره الله، وان شاء الله معناها نعملوا برنامج معناتها ونبعثوه للوصولات ونبعثوه للاعلام. وشكرا وبارك الله اكثر. اليوم شنو هي المهمه اللي جيت على جالها؟ إعادة إحياء نادي القيروان، نادي سينما الهوات بالقيروان، اللي هو نادي عريق، نادي تاريخي في الجامعة، وتأسس عام 1964 من الأربع نوادي الأولى اللي تأسست بعد تأسيس الجامعة سنة 1962، وتأسس عقب دورة 64 الدورة الأولى للمهرجان الدولي لفيلم الهوات الإقليمية اللي في الوقت هذاك تعمل دورة وطنية. واليوم بالطبيعة أنه يرجع نادي القيروان، هذا مكسب كبير للقيروان وللجامعة طبعا. كيفاش ترى سي عادل اللي هو كان قبل واللي كانوا فهمتني اللي كانوا خدموا سي هذا الباهي سي برشا اسماء معناتها قديمه، فهمتني كيفاش ترى القروان في السينما توا في المشهد القيروان مش غريب عليها، مش كان السينما، القيروان عاصمة الفنون نسميوها، لأنه القيروان من الأدب للشعر للفنون التشكيلية للسينما يعني مهم أنه يكون فيها نادي سينما الهوات، وأكيد باش يكون عنده معناتها إضافة كما كان في المراحل اللي توجد فيها الكل، كانت إضافة كبيرة، قدم للسينما التونسية للفن بصفة عامة في تونس، قدم أسماء كبيرة. أنت ذكرت رضا الباهي، أحمد الخشين، تحت مطر الخريف، حمادي بوعبيد، حبيب المسروقي وما أدراك ما حبيب المسروقي، يعني أسماء كبيرة خدمت وقدمت للسينما التونسية، وما زال أكيد معناتها ينجم يقدم. هذاك علاش احنا فرحانين برشا أنه رجع نادي القيروان، وأكيد معناتها باش تكون عنده يعني صولات وجولات في القيروان في الجهة، وحتى على مستوى وطني في القريب معناتها، واللي هو باش يكون في قليبيا القادم أكيد. شكرا.